لما المكشكشة طلعت ترند معرفتش أعملها صراحة، ما باحبش أعمل حاجة في الزحمة، علشان تطلع الحاجة حلوة ومضبوطة وما تزهقوش منها. السلام عليكم أولًا. أول حاجة هنبدأ بيها الحاجة الحلوة أوي دي، إن إحنا نعمل الشربات بتاعها عشان يلحق يبرد. هنعمله ب2 كوباية سكر، كوباية مَيّة واحدة نفس المقدار، وكيس فانيليا، ونقطتين ليمون كده على جنب. هنسيبهم يغلوا ونبقى نشيل الريم ده من فوق الوش ونسيبها تبرد براحتها. هنكون مجهزين لبانة صغننة كده برضو فيها زبدة حوالي 4 مكعبات مع حبة زيت صغيرين واسيحهم كويس. وشفتوا الصينية الجديدة بتاعتي؟ بس هندهن الصينية كده حبة زبدة اللي هما مخلوطين بالزيت، وهنجيب الجلاش هنفتحه، يا ناخد ورقة واحدة يا ناخد ورقتين حسب حجم الصينية اللي عندك، بس يُفضّل إن إحنا ناخد ورقتين مع بعض علشان تبقى إيه الحتّة وهي بتتقطع كده في الطبق بتبقى ماسكة نفسها شوية، عشان لسه هيتحط الكاستر وهيتحط شربات فما تسيحش معانا أوي. فزي ما إحنا شايفين كده هنلفّها زي المروحة بتاعة زمان اللي كنا بنعملها في ورق المدرسة، وهنحطها في الصينية كده زي ما إحنا شايفين. الأول هندهنها بالزبدة والزيت اللي إحنا سيّحناهم دول، ونحاول ندخّل في الرقات كلّها دي كلّها مع بعض، نحاول نوصل لأكبر قدر ممكن منها بحيث عشان تورّق. وهندخّلها الفرن 10 دقايق، ربع ساعة لحد أمّا تغيّر لونها كده، يبقى لونها الدهبي الحلو شكله حلو ده. بس وفي الوقت ده بقى هنكون بقية الزبدة والسمنة سايحين دول هنحط عليهم 3 معالق كاستر ومعلقة نشا ومعلقة بيكنج باودر، ندوبهم كويس أوي في الزبدة، وبعد كده هنضيف حبة لبن وناخدهم على النار يمسكوا بعض شوية كده، تقلبوا في بعض شوية عشان واحنا بنحطهم على الجلاش بتاعنا يبقوا مسكوا نفسهم شوية. معلقة البيكنج باودر دي ليه؟ علشان بتخلي الورق هش كده، بتلاقيه بيبعد عن بعضه كده وبتلاقي الورقة حلوة معاكي. بس زي ما احنا شايفين كده وشها احمر، هنبدأ نسقيها بالكاستر. دايما واحنا بنسقي الحاجة تبقى باردة، واللي هنسقي بيها والجلاش اللي بيبقى سخن، عشان ما نبقاش الحاجة ما تبقاش كلها مع بعضها سايحة كده، بتبقى بتدوب الورق الجلاش. هنسيبه بقى شوية كده وندخله برضو 10 دقايق الفرن، هيطلع اللون الحلو ده. هنسقيه بالشربات اللي عملناه بقى الأول، برضو الصينية سخنة والشربات بارد. بس معلش بقى فقرة الشربات ما طلعتش وانا بسقيها، بس انتوا شفتوا الشربات في الأول. بس هتطلع بقى حاجة جميلة كده، طعمها حلو مورقة وطعمها عجب الناس كلها. بحب بقى كل سنة وانتم طيبين، بحب احط دايما فاكهة الموسم مع الحاجة. كان تين البرشومي طعمه جميل قوي. بس واحنا بقى ناكل كده بالهنا والشفا، وتقولوا لي رأيكم عجبتكم ولا ايه، وحاجة جميلة للصيف. اشوفكم على خير.